السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي من مطبخ إيمي ويومياتها في المطبخ. النهاردة بما إننا بقى من اسكندرية والكلام ده كله، أحلى تحية طبعا للدول العربية وكل اللي بيتابعوني، وبالأخص محافظة العزيزة اسكندرية. النهاردة يا جماعة عندنا معانا سمك دراج. أنا قلت أجربه بصراحة، مع إني اسكندرانية بس مش قوي في السمك يعني، ما بماليش في السمك قوي إلا البلطي والحاجات العادية. بس قلنا نجربه عشان خاطر العيال برضك إيه، ما لهمش قوي في السمك. احنا جبناه كده وقسمته نصين على حسب ما، لو السمكه كده حلوه ما تقسمهاش عادي. انا نضفته طبعا وغسلته، وباذن الله التصوير هعمله لكم سريع. انا بس اقول لكم، قلت لكم يعني قلت اقول البدايه الاول. معايا هنا يا جماعه توم، وبحب احط طبعا التوم ده انا كنت مفرزاه من السنه اللي فاتت. ومعايا هنا هريسه اسمها حباش، لو الاخوه العرب ما بيعرفوش يعني ايه حباش او الهريسه تهيالي عارفينها. ومعايا كمون. بس على فكره لو انت تحطي كمون للسمك، الفلفل الاسمر ما يمشيش مع الكمون في السمك، يا كمون يا فلفل اسمر. تمام، لان الخبراء اللي هم بتوع السمك بيقولوا كده، المتخصصين الشيفات المتخصصه في كده يعني، مش افتكاسه مني، بس انا قلت اقول لكم المعلومه. تمام. انا بس قلت ابدا بالكلام لان التصوير بعد كده هيبقى سريع. خلاص. معايا ملح، معايا خل ابيض، والله عندك خل عنب يبقى تمام جميل قوي. معايا طبعا كزبره. انا حطيت كمان حبهان، حطيت ملح. يا جماعه التوابل على حسب ذوقك وعلى حسب الكميه اللي انت هتحتاجيها، يعني مش معيار. انت عينيكي زي ما قلت في كذا مره في الفيديوهات بتاعتي، انت عينيكي ميزانك، انت هتعرفي الكميه. قصدي مش مقادير كيكه او حاجات زي كده اقول لك كوبايه كذا ومعلقه كذا، لا عادي. انت طبعا التوابل بتحطيها على حسب ذوقك وحسب طلبك، بس طبعا ما تحاولوا ما تحدقوش عشان الحاجه الحادقه بتاثر على الجسم زي ما انا قلت لكم. معايا هنا حبهان، معايا هنا كبيبه صيني، كمون، كزبره، ملح، جنزبيل. تمام. معايا كركم، انا بحب يا جماعه احط كركم للحوم او الاسماك. وتابعوني ان شاء الله في التصوير السريع. وعايزه اقول لكم على حاجه، قريبا هعمل معاكم صلصه تاني جديده كده، وهفرزها معاكم بالاشكال دي كده ان شاء الله. انتظروني في فيديو قريبا، ربنا يسهل. مش عارفه امتى بس هقول لكم يعني، هصوره الاول واسجله، وربنا يسهل بقى على حسب التحميل على النت. لان فعلا يا جماعه سواء بعمل لكم بس او تسجيل فيديو، بصراحه النت تقيل جدا. خلاص. رجعت لكم بعد كده، بعد التصوير السريع، بعد تمليح السمك. ايه رايكم يا جماعه في التصوير السريع ده؟ بعد كده هبدا ان انا اجيب كيسه كده واحط فيها الدقيق، وابدا ايه، هتشوفوا ان شاء الله في التصوير السريع. وابدا ايه، ان ديت بتوفر الدقيق وفي نفس الوقت ما بتستخدميش دقيق كتير، وبتغلفي كل السمك. خلاص. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا هنا بعمل ال سبحان الله، بعمل البتنجان دلوقتي بشويه على النار. ويا ريت يا جماعه اللي بيشوي البتنجان على البوتاجاز ما يغزوهوش، عشان لو غزيتيه بالسكينه هينزل السوائل بتاعته على البوتاجاز، واحنا اصلا في الساعه والواحد يعني يا دوبك بيحاول ينضف بالعافيه. وهنا معايا الحله اللي هعمل فيها الرز الصياديه. باذن الله هنحمر البصلايه، هتشوفوا التصوير السريع. وبعد كده هنحط الميه على حسب مقدار الرز. انا شرحت لكم ازاي الرز بيبقى طريقته ناجحه. ان شاء الله هتكلم في اخر الفيديو. وهنحط ملح وقرفه وكمون وبهاريه براحتك وحبهان زي ما انت عايزه. وتابعوني وانا بقلي السمك، بحط الدقيق وبقلي السمك.
ورجعت لكم من تاني. وان شاء الله هنعمل الرز مع بعض بعد ما اوريكم تتبيله السمك. قلت لكم على التوابل وعلى الحاجات دي كلها والحبشتكنات والسمكمك اللي احنا بنعمله النهارده، ان شاء الله يعجبكم. وقليته قدامكم، اسمه سمك دراج، يا ريت تجربوه، حلو جدا. الكيلو ب50 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم، زي ما وريكم البابا غنوج والشكل النهائي. انا حطيت توم وحطيت زيت وحطيت طحينه حمراء. الطحينه الحمراء حلوه جدا. طبعا مش على العسل، على الحاجات اللي هي الحادقه زي الفول، البابا غنوج. الطحينه الحمراء كويسه تمام. وحطيت كزبره، وحطيت توم بودره، وحطيت ملح وزيت وطحينه، وحطيت طماطم او قوطه زي ما المصريين، زي ما المصرويه بيقولوا. وان شاء الله دلوقتي هنعمل الرز معاكم. تصوير سريع، هحمر البصل وهحمر، يا اما وانا بحط الميه. بس انا حبيت اكلمكم عشان انتوا وحشتوني، عشان ما يبقاش كله تصوير سريع وبس. تمام. هنحمر البصل كويس. وبالنسبه للرز المصري لاخواتنا العرب او اي حد يا جماعه لسه مبتدئ، انا قلت على موضوع الرز بكوبايه رز اللي عليها كوبايه ميه. ممكن نحط حاجه بسيطه زياده كمان، بالذات لو في بصل او طماطم او حاجات زي كده بتزودي الميه شويه. تمام. لو انت عندك حله ستانلس، عندك حله اي يعني اي يكن ايه هي، في تكايه كده، وانت بعد ما تغلي الميه وتحطي الرز ما تغطيهوش، تقعدي تقلبي فيه بالراحه بشوكه او اي حاجه. لو سيراميك هتقلبي بمعلقه سيليكون، لو اسمه ايه دوت استانلس هتقلبي عادي. تمام. وبعد كده تجيبي ورق مطبخ اللي هو السميك دوت، او ورق فويل. وبعد ما يتشرب حاجه بسيطه، يبقى فيه ميه كده حبه صغيره، بس يبقى فيه ميه كويسه يعني حاجه بسيطه كده، ما يبقاش ناشف قوي. تقومي موطيه خالص. لو عندك شياطه حطي، ما عندكيش حطي ورق فويل طبقتين مع بعض ووطي خالص. بالذات الحلل الاستانلس عشان ما يلزقش معاكي. وبعد كده بتقومي مغطيه بالورق الفويل او ورق المطبخ السميك، هيتلدن معاكي. وان شاء الله تتابعوني في الرز والشكل النهائي بتاع غدانا النهارده. يا رب الغدا يعجبكم. وايه رايكم في التصوير السريع ده؟ ايمي السريعه. يا رب التكنيك والافكار بتاعتي تعجبكم. وتابعوني وقولي رايكم في الوقت اللي انا هنزل فيه الفيديو، ان هو سريع وان شاء الله عشان تعرفوا تستفيدوا على السريع. وفي نفس الوقت ما تطولوش في المشاهده عشان ما تزهقوش مني، ويبقى حاجه سريعه كده، وان احنا افدناكم وتشوفوا الفيديو للاخر. تابعوني في الرز والشكل النهائي. مستنياكم مع ايمي. ودمتم سالمين. انتظروني يا جماعه في جزء تاني. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حبايبي ده الشكل النهائي بتاع الأكل بتاعنا. ايه رأيكم في السمكية اللي في النص دي؟ شكلها حلو. على فكرة يا جماعة، أنصحكم بالسمك ده بصراحة رائع. اللي قلت لكم عليه ده بالكيلو ب50 جنيه، اسمه دراج. ودي سمك بسارية، جوزي بيحبها، أنا طبعا ماليش فيها. ده الشكل النهائي. يا رب الديكوريشن بتاعي يعجبكم، حاجة على قد كده. تمام. وان شاء الله تابعوني الفيديو باذن الله، ويا رب يعجبكم. وطبعا احلى تحيه مني لاختنا المغتربه، يوميات مغتربه اسكندرانيه بلدياتي. وربي يوفقك يا حبيبتي. يوميات مغتربه. وتحيه لكل اللي بيحبوا ايمي وبيتابعوا ايمي. وان شاء الله على الخير دايما متجمعين مع ايمي ويومياتها في المطبخ. واشوفكم على خير وفي خير، ودمتم سالمين. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. سلام عليكم.